رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، والفقرة الأخيرة من الثقافية كافيه النهاردة وهي فقرة فنية بامتياز. معنا كريم آدم، فنان تشكيلي ومصمم أغلفة. الحقيقة هو خريج قسم جرافيك شعبة رسوم من كلية الفنون الجميلة، وطبعا عضو نقابة الفنانين التشكيليين. أهلا بيك يا كريم. اهلا بيك. كريم، فكرة انك تبتدي علاقتك بالسوق بتصميم الأغلفة فكرة قد تكون عند كتير من السادة المشاهدين غريبة شوية. ليه؟ لأن احنا دايما بنتصور ان الفترة اللي هي الأولى دي اللي هي فترة الجامعة وما بعدها مباشرة بيبقى الواحد مليء بقى بالأحلام والطموحات وبتاع، وبيحاول يخرجها في شكل لوح لو كان الراجل تخصصه تصوير زيتي مثلا، نحت لو كان قسم نحت، شغل جرافيك تقيل لو كان هو قسم جرافيك. لكن انت اخترت تصميم الغلاف. وخليني اقول لك ان كتير قوي بيقولوا ان المسألة بتاعة الغلاف في مصر لحد كبير ما زالت محدودة، مش ابداع على نطاق واسع. فقول لي انت ايه رأيك؟ والله هو في الاول موضوع اغلفه الكتب، انا اصلا من صغري بحب اقرا جدا، والدي عنده مكتبه كبيره يعني. من صغري كنت بتطرق ان انا ابدا اقرا وابدا افتح كتب كتير واشوف اغلفه كتب واشوف حاجات تعجبني واشوف حاجات ما تعجبنيش وحاجات زي كده. جيت لما دخلت الكليه ففي قسم رسوم نشر اللي انا فيه ده، اللي هو قسم جرافيك شعبة رسوم نشر. رسوم نشر ده متخصصه في رسوم النشر والكتب والالستريشن اللي جوه الكتاب والغلاف والورق والحاجات دي كلها. فهو ده صميم التخصص بتاعي. طبعا لما خرجت مع اني ممكن بقدر اعمل ديكورات، اقدر اعمل زي ما حضرتك قلت لوحات ذاتيه وحاجات زي كده. بس الموضوع ده شدني اكتر عشان هو يعني اكتر حاجه تخصصت فيها. يعني انما في المراحل الاولى وانت بتقرا وانت بتشتري كتب وانت بتشوف المكتبه اللي في البيت عمر لفت نظرك الغلاف ده حلو، الغلاف ده وحش، الغلاف ده معمول ازاي؟ أكيد طبعا. التصميم كانت المساله شغلاك؟ انا والدي اصلا بيرسم. هو اللي معلمني يعني. فمن صغري مثلا كان يجيب مثلا كتاب فيقول لي الغلاف ده بتاع الكتاب ده جميل جدا، فانا ابدا اقف قدام الكتاب، طب ده جميل ليه؟ في حاجات مثلا غريبه تلاقي تاتشات الوان معينه وقطع معين، طب ده هو ليه؟ فيقول لي شوف ده هو هنا عامل كذا كذا، بدا يعمل كذا كذا، شوف هنا هو عمل خط صغير عشان يلفت كذا كذا. فبدات احب ده. بدات لما اشوف بعد كده غلاف وحش اقول له بابا ده مش كويس، لا ده حلو، لا ده مش حلو. بدا الموضوع السنس بتاعه يعلى يعني اكتر. هو زمان لما كنا نقعد يعني انا بتكلم زمان بتاعي ده اللي هو فتره يعني نهايه الثمانينات اوائل التسعينات، كنت تلاحظ ان الكتاب مثلا روايه زي روايه الايام لطه حسين، تلاقي الغلاف ابيض عليه فريم او برواز زخرفه اقرب ما تكون الى الاسلاميه، وبعدين اللعب بقى في الفونتات او اشكال الكتاب، كان هو ده الشكل. لو رحت النوعية تانية تلاقي الفريم ده مختلف، وممكن الخلفية لونها مختلف، وبرضو اللعب في الخطوط. ما ابتديناش بتهيألي نشتغل على فكرة الفنان اللي يقرأ الكتاب وبعدين يقرر هيبقى شكل الغلاف ايه الا في مرحلة لاحقة. انا اقول لك بقى في نقطة مهمة جدا. زمان الناس كانت بتقرأ اوريدي بتقرأ، يعني غير ان احنا ممكن نقول لهم لا يقروا، لا هي الناس لوحدها بتقرأ. وعارف مثلا ان ده الكاتب ده ليه حاجات معينة كويسة، فبيبدأ ينزل حاجة تانية فهو غصب عنه بيروح يشتريها. تمام. وهو حابب ده. وما كانش فيه السينما، ما كانتش متقدمة زي دلوقتي، ما كانش فيه المجالات، ما كانتش مفتوحة، الانترنت الكلام ده كله ما كانش موجود زي دلوقتي قوي، فكان الناس كتير قوي بتقرأ. دلوقتي المجالات اتفتحت قوي قوي، بقى فيه السينما والتلفزيون. يعني بدل حاجة، بدل ما تكون حاجة مقروءة او بس بشوفها بعيني، لا دي حاجة متحركة وفيها موسيقى وفيها ورواية وممثلين وليلة كبيرة يعني. لكن دلوقتي احنا بنتحايل على القارئ ان هو يقرا، فاهم يعني؟ فانت محتاج تجتازه. في طبقه فعلا هي لحد دلوقتي بتقرا زي ما هي، لكن في طبقه جديده اللي هي من الشباب اللي هو احنا كتير اصلا ما بيقروش. فانا بضطر ان انا بطريقه برضو شبابيه بنفس روحه ببدا اجذبه، ببدا اعرف ايه الغلاف اللي هو ممكن يشده، وايه اللي اخده من الروايه، ابدا العب عليه اللي هو يشد له الغلاف ان هو يمسكه ويبدا يبدا يفتح الروايه ويقراها وحاجات زي كده. طيب انا عايز اسالك على فكره
ازاي اشد الناس لشراء كتاب. يعني احنا كنا الاول الناس بتقرا باسم المؤلف، يعني لما اروح اشتري كتاب بيهمني قوي مين صاحب الكتاب، الكتاب عنوانه ايه، يعني الموضوع بتاع الكتاب. النهارده انت واضح بتقولي ان انا ممكن اجتذبه من خلال تصميم الغلاف. طيب ايه العوامل بقى اللي تخلي القارئ يروح على الغلاف ده ويقرر انه يشتري كتاب؟ في عوامل كتير. اولها ان هو ما يكونش تلقائي او ما يكونش كلاسيك زياده عن اللزوم. اللي هو زي ما حضرتك قلت، اللي هو ممكن مثلا فريم، ممكن على فكره بالفريم ده ابدا اعمل حاجه معينه تشده فعلا. لكن ممكن لو مثلا خلفيه بيضاء وجراي مثلا، الفريم ده جراي او القد ده فيه حاجه خفيفه مش هتبدا تلفت نظره. في حاجات بقى اللي هو زي ما انا بعمل عاده بستخدم الابيض والاحمر والاسود، ده بيعمل كونتراست عالي قوي. الاحمر التردد اللوني بتاعه عالي قوي، فيبدا على خلفيه بيضاء او على خلفيه سوداء او الاثنين مع بعض، فبيعملوا كونتراست عالي قوي. ده من ناحيه اللون، باعتباره لون سخن يعني. باعتباره لون سخن. طب ما تورينا يا كريم وانت بتكلمنا عن الاغلفه بتاعتك، ما توريها لنا. يعني احنا دايما مع فكره الفن التشكيلي احنا مع فكره الرؤيه، يعني ممكن انت صممت الحقيقه عدد وافر من الاغلفه مسرحيه، ده ادب ساخر، عوره مكشوفه، كلاب الشوارع، قصص قصيره، مصانع الخلود، روايه خيال علمي، حب في زمن التيك اواي، الاحاديث الكامله لامل دنقل، حدوته عبريه، وجوانتانامو، قصه الحب والرومانسيه. اعتقد ان ده لسه ما نزلش، مش كده؟ هو في المرحله دي هو تقريبا خلاص نزل، يعني فاضل له ايام ان شاء الله. فاضل له ايام وينزل. تمام. ففي مثلا هنا زي ما اتكلمنا على الابيض والاسود والاحمر، فبنبدا هو هنا في هو حاجه معانا غريبه هو على شوية. الشاشه. هو هنا في حاجه غريبه شويه. هو دايما في التصميم او في اللوحه او في كده، التقيل تحت او اللون التقيل او العنصر الكبير بيبقى دايما تحت، وفوق بيبقى الهواء او بيبقى الفراغ. فانا هنا حبيت اختلف شويه في ان انا عملت الخط الاحمر ده التقيل فوق وعكست. فاهم؟ فده بيعمل لوحده، يعني بيعمل كرياتيف وبيعمل اجتذاب لعين المشاهد. بالظبط كده. والكرياتيف اصلا عباره عن ان انا بسمح لنفسي ان انا اعمل غلطات في التصميم، والفن ان انا اقدر اختار ايه الغلطه اللي انا عملتها، يعني ايه الغلطه المناسبه ان انا اكمل بيها. يعني مثلا لو احنا مثلا متعودين طول عمرنا ان الشجره مثلا واقفه كده، فلما اجي انا احط مثلا الشجره في تصميم، فلو حطيتها كده فانا كده خلاص حطيتها كلاسيك، مش فيها اي كرياتيف، ما فيهاش اي ابداع. عايز ابدا اعمل ابداع، فابدا اغلط، اعملها مره نايمه، اعملها مره عامله كده، اعملها مره عامله كده. دي كلها غلطات. ابدا بقى ملوش علاقه بموضوع الكتاب ذاته. لا، ده دلوقتي انا بتكلم تصميميا بس. تتكلم تصميميا. كأسس تصميم ومجموعات لونيه. لكن بالنسبه للكتاب طبعا بيبقى ليه كلام تاني. يعني هو مثلا الاستاذ جميل عطيه ابراهيم كان ليه روايه اسمها نخله على حافه. طبعا بكل ايحاءات العنوان يعني. انت لو هتيجي تعمله هتعملها ازاي؟ نخله على حافه. لا طبعا هو ما بحكمش من الاسم بس. لازم تقرا العمل. ده اكيد. اكيد في حاجات بتضطرني ان انا العب بالاسم اكتر يعني. وفي حاجات بيبقى العمل من جواه لازم يتقرا، وعامه حتى لو بلعب بالاسم لازم طبعا اقرا برضو الروايه. طيب قول لي، لازم اللي يصمم الغلاف يبقى في الاساس فنان؟ يعني هل ممكن ان صاحب الكتاب وهو الاقدر على سبيل المثال على تبين معاني ما ورد في هذا الكتاب، ممكن هو شخصيا اللي يصمم؟ بس للاسف ده اللي فاهمينه كتير. يعني في ناس كتير فاهمه الكلام ده، بس ده للاسف مش صح خالص يعني. على الاقل لو صح يبقى صح في الفكره مش اكتر، اللي هو مثلا على المستوى النظري يعني. فكرتي مثلا عن الغلاف بتاعي ان هو هيبقى تجريدي، فكرتي ان هو مثلا هيبقى فيه صوره عن كذا كذا. لكن كتصميميا وكالحاجات دي لازم يكون حد، مش لازم يكون كمان، مش هقول لك دارس، لا لازم يكون عنده على الاقل حس فني ودارس او قاري او مثقف فنيا عشان يقدر يعمل حاجه زي كده.